السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة أنا بعرض نفسي للجواز، اللي يقبل إن هو يجوزني بنته يبعت لي رسالة وأنا بإذن الله هرد عليه وأتواصل معاه وربنا يجزيه كل خير. بس الجواز أمانة، لذلك أنا هقول العيوب اللي فيا، العيب اللي فيا، عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لي أنت ضحكت علينا، أنت خبيت علينا. فأنا بما يرضي الله هقول العيب اللي فيا. أنا يا جماعة أصلا من الصعيد، يعني أنا مش من القاهرة، أنا أصلا من الصعيد، تمام؟ وعايش في القاهرة، عايش في القاهرة لوحدي. ليه؟ عشان علينا طار، او انا شخصيا عليا طار في الصعيد، فانا هربان هنا في القاهرة وقاعد في القاهرة عشان ما حدش يجي يقول لي انت كدبت علينا ودلست علينا، انت قدام مليون واحد بيشوفوك دلوقتي. انا بقول بما يرضي الله اهو، الزواج امانة وانا بقول بما يرضي الله العيب اللي فيا. فانا يعني قاعد هنا عشان ايه؟ عليا طار، هربان. فاللي هيقبل يزوجني ماشي، ده العيب الاول اللي فيا عشان ما حدش يقول انت بتخبي علينا، تمام؟ العيب التاني اللي هو ان انا يعني مش معايا وظيفه، انا مش موظف وما عنديش شقه. عشان هدخل عليك هتقول لي شقه، انا ما عنديش شقه وانا قاعد لوحدي هنا في القاهره. عشان ايه؟ لو دخلت عليك ما تقوليش والدك ولا والدتك وجاي لوحدك، لا، انا بقول لك اهو، انا لوحدي قاعد، عليا طار، هربان، ما عنديش شقه، ما عنديش ملك، ما معيش فلوس. هتسالني على حاجه من الحاجات دي قبل ما اجي لك، انا بقول لك اهو عشان دي تبقى امانه، تبقى رساله انا وصلتها. طب بس بقى برضه بما يرضي الله الواحد يعني يعترف بالخير اللي عنده، يعترف بالنعمه اللي ربنا مديها. انا الحمد لله عز وجل من ابرز النعم اللي ربنا انعم عليها ان انا انسان امين، ان انا انسان امين. العيب الاخير برضه اللي لازم اوضحه ان انا عندي مشكله في النطق، يعني في لساني في كذا حرف كده بتلعثم فيهم، يعني عند النطق بتلعثم فيهم. فاللي هيقبل ان هو يزوجني يعني يبقى جزاه الله خيرا، يبعت لي رساله وانا اتواصل معاه. طيب انت اللي سمعتني دلوقتي، هتقبل انك تزوجني بنتك على الوضع ده؟ اكيد لا، هترفض. عارف انت لما رفضت، انت ما رفضتش محمد منصور، لا، انت رفضت سيدنا موسى عليه السلام. ازاي؟ ما هو نفس المواصفات اللي انا بوصفها لك دي هي المواصفات اللي سيدنا موسى دخل بيها على الراجل والراجل جوزه بنته. هي نفس المواصفات اللي سيدنا موسى دخل بيها على الراجل والراجل جوزه بنته. ما هو سيدنا موسى كان هارب من فرعون، راح لارض مدين اللي هي في الشام، دخل عند الراجل. ربنا عز وجل بيقول في الآية 25 من سورة القصص: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. واحد جاي هربان، جاي لوحده، ما عندوش شقة، ما عندوش مال، ما عندوش أي شيء، ولكن الراجل جوزه. ده هو اللي طلب كمان، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فشوف الراجل هو اللي طلب للزواج، رغم إن هو إيه؟ زي ما بنقول مفيش اي حاجه خالص، مفيش لا شقه ولا فلوس. ده واحد جاي هربان من طار عليه ومحدش معاه من اهله، ما عندوش شقه، ما عندوش اي شيء. فانت يوم ما رفضت العرض اللي انا عرضته عليك ده، انت كده رفضت سيدنا موسى. يعني انت اصلا لو ربنا كان جعلك مكان شعيب الرجل الصالح اللي زوج موسى، كنت هتعمل نفس الغلط، كنت هتقع في نفس المشكله. طب هتقول لي معلش بس في فرق، ده موسى ده نبي رسول. هقول لك لا، ما هو قبل اصلا، قبل لما سيدنا موسى راح للراجل ده ما كانش لسه نبي، ما كانش لسه رسول. ده ربنا اتاه الرساله، ربنا كلمه بعدها ب10 سنين، بعد جوازه ب10 سنين. فلما قضى موسى الاجل وسار ربنا كلمه. فاللي انا عايز اوصله من الرساله دي يا جماعه، خففوا في المهور، خففوا على الشباب، واتقوا الله. الشباب ما حدش عنده قدره. لما يجي لك واحد يقول لك معلش ما عنديش ملك، ايه المشكله انه يتجوز في ايجار؟ لما واحد يجي يقول لك مثلا انا مش موظف، ايه المشكله ان هو هيقدر يفتح بيته حتى لو هيشتغل شغلانه حره؟ المواضيع تكون ميسرة، تكون مسهلة. من يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بيقول ايه؟ لا تكثروا صادقات النساء، يعني لا تغالوا في المهور يعني. طيب ليه؟ بيقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج واحدة من النساء، ولم يزوج بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 12 أوقية. يعني كام؟ يعني بيقول لك تقريبا 500 درهم. 500 درهم، 500. انت تقبل تجوز بنتك ب 500 جنيه؟ تقبل تزوجها ب 5000، ب 50000؟ مش هتقبل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته ب 500 درهم. فنيسر في المهور، نيسر في المهور، لا نغالي على الناس. الله يعين الناس في الظروف اللي احنا فيها، والله يعين الشباب، والله يعين اولياء الامور. نيسر.